خلاص. أولا بالنسبة للدكتور الله يبارك فيه، نعم. ليس أهل السنة على الإطلاق هم الذين يتنابزون مع الشيعة. نعم. ولكن حسبي أن من اطلع على ما ذكرته من كتب القوم وقف على الحق. نعم. ثانيا أنا أبين للدكتور، أسأل الله له الثبات والهداية. نعم. أبين من الذي أتى بالأمريكيين الصليبيين وكانوا على ظهور الدبابات لذبح الموحدين من أهل السنة والجماعة في أرض العراق، رجالا ونساء وأطفالا، وبدأوا بالعلماء والأئمة والمؤذنين حتى جعلوها خرابا وميعوا المذهب بأسره، وجعلوا السب في أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة دينا في العراق. ثانيا من الذي أتى بالتفجيرات وقتل 500 بلبنان؟ اللهم إلا الشيعة هناك. ثالثا من الذي يتواطأ مع اليهود في كل مرة ضد الموحدين بالأراضي إلا هؤلاء؟ أعطيك مثلا، هؤلاء الحوثيون بأرض اليمن، من الذي زرعهم؟ من الذي مولهم؟ من الذي أتى لهم بهذا السلاح الذي استطاعوا به أن يقاوموا بلدين في آن واحد، أن يحاربوا المملكة العربية السعودية وأن يحاربوا بلدهم اللي هي اليمن في آن واحد؟ وأقسم لك بالله يا دكتور أنك لو عشقتهم كما تقول ثم أتيت إلى أرض مصر وانتشروا قليلا، أقسم بالله لا يفعلون بأرض مصر كما يفعل الآخرون باليمن وبالعراق وبكل مكان. ثالثا حينما نظرنا إلى الجثث التي بلغت 1,000,000 بأرض العراق، من الأطفال، من النساء، من كذا، من الشيوخ، من هدم المساجد، من إحراق المصاحف، من وطئ المصاحف بالنعال، يا دكتور ادخل على النت واسمع المرجعيات ماذا الموجودين حاليا، ماذا يقولون في دين الله جل وعلا، ماذا يقولون في رسول الله وفي أبي بكر وعمر. يا دكتور افتح النت الحين وافتح على أكبر مرجعية لا زال حيا الآن، وهو قد ألبس رجلا مخنثا خليجيا، ألبسه شيئا على صدره كما تلبس المرأة وشيئا على سوءته الكبرى، وجعله يفعل فعل المخنثين على الرجال، وكتب على ظهره عمر بن الخطاب، وكان يصفق ويقول عمر عمر عمر. يا دكتور ادخل عليهم الآن، على ياسر الحبيب وعلى مجموعته بالكامل، وهو يقول عائشة أكبر إرهابية في التاريخ وهي التي وضعت السم للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر إليه ويقول إن عمر أخطر من إبليس وأشر من إبليس، وانظر إليه ويقول في أبي بكر أعظم من ذلك. بل أقول للأمة بأسرها، من الذي جاء إلى مصر منذ أشهر قليلة وكان يريد التفجيرات بأرض مصر حتى تكون فيها القلاقل لصالح اليهود؟ اللهم إلا الروافض. يا رجل إن عددت لك ما انتهيت، ولكن حسبي. أعطيك أنا مثالا على ذلك. حسن نصر الله أهو اللي بيمجدوه وناقصين يعبدوه من دون الله جل وعلا، شيعي جعفري ينتهج من شتم الصحابة دينا له. يعني أنا أعرضت هنا بالحرف الواحد وهو يقول ماذا؟ يقول أبناء الطلقاء، يعرض بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وسب أبا سفيان وسب معاوية علنا، ثم حرف في القرآن فقال إن تكونوا تقلقون فإنهم يقلقون كما تقلقون، اللي هي إن تكونوا تألمون إلى آخر ذلك. هو الذي قبل يد الخميني، هو الذي أخذ الوكالة الشرعية من الخميني، والخميني كافر باتفاق العلماء. والإمام الألباني رحمه الله لما أنزل الفتوى الكبيرة من 5 وجوه في تكفير الخميني وهذا تلميذه وعلى منهجه، أود أن أقول ومنحه الوكالة الشرعية وكيلا في لبنان وهو تلميذه المخلص، والمعلوم كفر الخميني كفره الألباني من 5 وجوه، بل أنا أقول هو كافر من 100 وجه. الدليل على ذلك في شرح الدعاء يقول بوحدة الوجود، قال الخميني بالحرف الواحد لنا مع الله حالات، هو نحن، نحن هو ونحن. أيضا اعترض على الله جل وعلا وتبرأ من الله جل وعلا في كشف الأسرار. ماذا يقول الخميني بالحرف الواحد في كشف الأسرار؟ قال نحن نعبد إلها نعرف أن أعماله ترتكز على أساس العقل ولا تعمل عملا يخالف العقل، لا إلها يبني بناء شامخا من التأله والعدالة والتدين ثم يخربه بيده ويعطي الإمارة ليزيد ومعاوية وعثمان بن عفان وأمثالهم من المهاجمين، ولا يحدد المطلوب من الناس بعد النبي إلى الأبد حتى لا يساعد في تأسيس بناء الظلم والجور، يتهم ربنا بذلك. أيضا
هذا الرجل الخميني له كلمات أعطيك مثلا في فقهه وعقيدته. يقول ماء الاستنجاء سواء كان من بول أو غائط طاهر، صلاة الجنازة تصح من الجنب، المشهور الأقوى جواز وطئ الزوجة دبرا يعني اللواط بها، لا يجوز وطئ الزوجة قبل إكمال 9 سنين، أما الاستمتاعات كلام سكت إلى آخره، كلام فضيحة. يجوز الجمع بين البنت والأخت والعمة بنت الأخت والأخت والعمة والخالة إلى آخره. يا رجل خلاصة المسألة، أنا مش هطول في دي، ولكن حاسبي إنني بعد لهم كلمة واحدة من اللي قالها الخميني لما قلت سيد حسن الموسوي: آن الأوان لتنفيذ وصايا الأئمة صلوات الله عليهم، سنسفك دماء النواصب ونقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم ولن نترك أحدا منهم يفلت من العقاب، وستكون أموالهم خالصة لشيعة أهل البيت، وسنمحو مكة والمدينة من وجه الأرض، لأن هاتين المدينتين صارتا معقل الوهابيين، ولا بد أن تكون كربلاء أرض الله المباركة المقدسة. اللي بقول لك الحين طبعا كشف الأسرار 85 86، اللي بقول لك الحين أنا الأخ اللي اتصل أنا عارف إن مكالمتها تيجي من شيعة مصر، وعشان كده وما يصدق يبدأ بكذا. أنا شوف أحترم الكل، لكن من يلبس ويدلس على الدين لا أبدا أبدا ولا اسمعها مني. أقسم بالله أن الروافض أشر من اليهود والنصارى. أقسم بالله أن أحمد نجاد لا يقيم مفاعلا نوويا لليهود ولكن لضرب المسلمين بأرض الحجاز، وقالها كالروبي وقالها الموسوي، اعلنوها صراحة انه عامل المفاعل الذري لضرب المسلمين. يا رجل اقول لك بالحرف الواحد، هذا خميني انظر اليه ما قال في اهل السنة والجماعة. هؤلاء الذين يريدون ان يتعاطفوا، انا اليوم جاي لي من شيعم المدينة من عندكم بعث لي رسالة ما كنت اتمنى، يقول انت ابن زانية، اعوذ بالله اول مرة اذكرها، وامك كذا، وعمر الخطاب امه زانية بنفس النظم كده، ويقول ونحن نشكر رفسنجاني على أنه بصق على قبر النبي، ونحن نتمنى أن نقول على قبر عمر ابن الخطاب. يا رجل أقسم بالله لو أن هؤلاء معنا وجها لوجه ما اصطرحت أن أتعايش معهم في مكان واحد. يا رجل أقولها بملء فين، إني أعلم أن الأموال تتدفق على أصحاب الشبهات والشهوات في مصر، إني أعلم تماما أن أجنحة وأن بوابات فتحت لهم أرض مصر، حتى أن مصر تكون هي المثوى لهؤلاء، ويعود أتباع عبد الله بن سبأ مرة ثانية من أرض مصر كما بدأ من أرض مصر. يا رجل أعلم أن أموالا تتدفق بالمليارات من أثرياء الخليج الملاعين الروافض لإتمام هذا الأمر في مصر. يا رجل أقسم بالله أن واحدا منهم راودني على أن يعطيني 5 ملايين دولار. يا رجل أقول لك بالحرف الواحد إنهم هم بؤرة اليهود. اليهود أعداء، علمنا أنهم أعداء وربنا أعلمنا ذلك، كفار أعداء معلوم، النصارى أعداء كفار معلوم، إنما دول بيدعوا الإسلام. يا أخي ما تمررش مكالمة واحدة لواحد عايز يضحك علينا احنا أبدا. اللي عايز يحترمني واللي عايز يقدرني يحترم علمي، يحترم ما أنقله، فأنا ما نقلت كلمة إلا من أصلها ومن مرجعها. يعني الوقت أجيب كتب أهل السنة وأقول لك تعالى نقتلهم نسرقهم، ده أنا جبت لكم إثبات سرقة أهل السنة وإن عندهم من أفضل الأمور سلب قتل السنة، إن عندهم من أفضل الأمور، وبعدين دينهم التقية يا حبيبي. تقول لهم أنا قلت لكم كذا، قلت لهم والله ده بيقولوا عنك لا نعوذ بالله احنا بنحب الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، لا دينهم التقية يا حبيبي. قال أبو عبد الله من لا تقية له لا دين له. يعني خليك مع الصوفي صوفي، خليك مع السلفي سلفي، خليك مع كيت دول دينهم كده نتدروش احنا وفي الآخر مصر تبقى خراب. لا 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 لا. جزاك الله خير يا شيخ، صلى الله جل وعلا أن يجري الحق على لسانك، وهذا ومثله معروفون، هذا ومثله معروفون ومدفوع لهم، ونسأل الله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية. شيخي المبارك، مثل هذا أناس كثيرون قد غاب عنهم الحق، أي نعم، ولم يقرأوا، أي نعم، ولم يتبين لهم، ولكن الدكتور محمد وغيره. طب أنا عايز أقول لك، تفضل. محمد الموسوي ليه بيعطي فتوى بقتل محمد الزوب الحين في العراق؟ نعم. ليه إمام شيعي يطلع في قناة عراقية في خطبة الجمعة ويقول لابد من قتل الزوبي ومن قتله فهو مأجور؟ أنا ببين له بس ده وده. الأمر الثاني، محمد الزوبي عمره لا قتل ولا حرض على قتل، أنا بنقذ عوام الشيعة فقط، دعوتي ما قلتش كفار، أنا ما حكمتش عليهم بالكفر عوام الشيعة، الملايين اللي دول ال 280 مليون ما حكمتش عليهم بالكفر، ده أنا بقول بالعكس،
دولا لا نحكم فيهم بالكفر، بل هم إخواننا، هم أبناؤنا، هم أهلنا، طلبوا الحق ولم يهتدوا إليه، نأخذ بأيديهم إلى الجنان، ولا زلت وسأصبر من أجلهم وسأتحمل لأجلهم حتى أخذ أجر دخولهم في دين الله إن شاء الله. إنما نقول لك مصر فيها بوابات، مصر فيها بوابات، وأموال الشيعة المجرمين الخليجيين الأثرياء أنا أعرفهم قاعدة تضخ زي في أرض مصر وفي سوريا، وخلوا العدد يصل إلى أكثر قرب 2 مليون. ولذلك أقول أسأل الله جل وعلا ألا يمكن لهم، أسأل الله أن يسلط العدو على العدو، أن يسلط أمريكا الصليبية ومعها اليهود الملاعين على هؤلاء الرافض في إيران. أسأل الله أن يسقط هؤلاء المجرمين. يا رجل أبين لك إن هؤلاء مش على حق، والكلام اللي بيتقال ده الوقت كروبي والموسوي وكل إيران الحين عارفين ان الانتخابات مزوره، بيعملوا ايه؟ كل يوم مظاهرات. ولايه الفقيه يجيبوا صوره الخميني وبيحرقوها ويحطوها تحت النعال. كان بيحصل قبل كده؟ لا. كانوا يقدسوه. نعم. بالاجماع صورته وعلي خامنئي يحطوها تحت النعال ويحرقوها في الشوارع، حتى انهم ظنوا ان الاسلام في دين الشيعه، فخرج منهم عدد كبير بمئات الالاف ودخلوا النصرانيه. صحيح. احنا عايزين نقول لهم لا، ده انتوا استجرتم من الرمضاء بالنار، خرجتم من الكفر الى الكفر، تعالوا عندنا احنا اهل السنه، احنا لكم، احنا اللي بناخدكم للجنه باذن الله.